السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل النقانق او الهوت دوج او السوسيس زي ما تحبي. المهم هنعمله بطريقة سهلة جدا، وطبعا بتوفري، وطبعا حاجة نظيفة في بيتك ومضمونة. هقولك على مقادير النص كيلو. معايا نص كيلو صدور فراخ مقطعاهم مكعبات صغيرة علشان يتحطوا في الكبة، ومعلقة توم مفروم، معلقة هريسة الشطة الفلفل الأحمر. معايا بيضتين بلدي، انت ممكن تحطي بيضة واحدة اللي هي الحمراء الكبيرة. معايا ربع كوباية نشا، معلقة بيكنج باودر، معلقة بابريكا مدخنة، معلقة توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، ملح، نص معلقة جنزبيل، معلقة بهارات لحمة، وكيس مرقة فورية ولون احمر غذائي، و3 معالق من الزيت، نص معلقة حبهان وورق لوري مطحونين. طبعا بيطعم لي الدنيا ويخليها حلو جدا، لان مع اللحمة او الفراخ لازم احط ورق اللوري والحبهان علشان بيضيع اي زفارة. زي ما انتوا شايفين حطيت كل حاجة، حتى اللون الغذائي اللي هو الجل بيكون حلو جدا، احسن بكتير من البودرة. الجل ده عملي وصحي واحسن كتير من البودر. زي ما انتوا شايفين ضربته ضرب كويس جدا، ولغايه لما كله امتزج مع بعضه وكون معايا عجينه هعرف اكونها لشكل اصابع النقانق او الهوت دوج او السوسيس. طبعا بجيب كيس اللي هم بتوع التلاجة اللي بنخزن فيهم الاكل، وهدهنهم شويه زيت الكيس من فوق الوش، وهبتدي امسك حبه حبه على قد الصباع النقانق اللي انا هعمله، وهحطه على الكيس وابتدي الفه وازق السكينه بالعكس لغايه لما يتكون معايا زي ما انتوا شايفين صباع الهوت دوج او النقانق. بعمله على قد عرض الكيس، ده الكيس المقاس المتوسط، فانا بعمله على قد عرض الكيس بالظبط، لا اقل ولا اكتر. زي ما انتوا شايفين هخلص الكميه بتاعتي كلها، ولازم ادهن ايدي زيت، وطبعا علشان يتزق كويس وبسرعه وبسهوله على الكيس ويتزحلق زي ما انتوا شايفين ويطلع معايا الصباع. حطيتهم طبعا على صينيه مدهونه زيت علشان ما يلزقش معايا لما اجي اعمله على البخار. النص كيلو طلع معايا 6 من الهوت دوج او السوسيس، بس الصباع مليان. وخدي بالك ان السوسيس ده هعمل لك منه برضو بيتزا سائله وطعمه تحفه. طبعا حطيت ميه سخنه على النار في صينيه، وحطيت شويه خل علشان الخل دوت ما يسودليش الصينيه. زي ما انتوا شايفين انا عملته على البخار علشان عايزه الصباع معايا يكون ناشف، مش متشبع بالميه. يعني ممكن اسلقه، لا هيتشبع بالميه وهيبوظ مني. لا انا بعمله على حمام بخار، وزي ما انتوا شايفين مش في مصفى علشان مش عايزه البخار يوصله. حطاه في صينيه ملهاش حافه، وزي ما انتوا شايفين استوى معايا في 25 دقيقه. سويته على كل دقيقتين او 3، ببتدي اقلبه على الناحيه التانية، ما بياخدش مني وقت، لان انتوا عارفين ان احنا هنسويه تاني لما نيجي نحمره في الزيت او نعمل بيه بيتزا. زي ما انتوا شايفين هقطعه على صغير، وزي ما انتوا شايفين استوى معايا وطعمه حلو جدا، يعني انضف ومقارب للسوسيس او الهوت دوج، وبعمل ايديكي وحاجه كده من الاخر. زي ما انتوا شايفين احلى سوسيس او هوت دوج او نقانق انت عاملاها في البيت ونضيفه وضمناها وعارفه انت بتاكلي ايه بالظبط. حبيت بس اوريكي ازاي هيتحمر معايا ويكون حلو جدا. حطيت شويه زيت وحمرته صباعين، صباع قطعته قطع مدوره صغيره، والصباع التاني خدته زي ترانشات كده وحمرته. شايفين الهريسه والفلفل الاسود باينين ازاي؟ يا ريت تجربوه. اللي فاض هشيله في الفريزر عشان هعمل بيتزا. اعملي لايك وفعل الجرس واستنيني فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.